السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا اللي انتوا شايفينه ده الفنان المشهور الكبير حسن يوسف. للأسف في خبر يعني صدم الناس كلها. إن ابنه الصغير اللي اسمه عبد الله عنده 35 سنة، أصغر أولاده. طبعا حسن يوسف متزوج من الفنانة السابقة أو المعتزلة شمس البارودي اللي انتوا شايفينها في الصورة، وأنجب منها 4 أولاد، 3 صبيان وبنت. عبد الله ده اللي هو الأصغر واحد عنده 35 سنة. توفاه الله. مات غريق في الساحل الشمالي، في أحد القرى السياحية. للأسف الشديد ما قدرش، نزل البحر ما قدرش يطلع منه وتوفى فعلا، وتم انتشال جثمانه. والخبر ده يعني كان بمثابة صدمة كبيرة، لأن يعني سواحل البحر الأحمر، البحر المتوسط آسف، أو اسكندرية بالمعنى الصح يعني، والساحل الشمالي، يعني شواطئ كلها بتبتلع العديد من الشباب كل سنة. الكلام ده كل سنة بيحصل، وبيطول الفقراء والأغنياء. يعني طبعا ابن حسن يوسف يعتبر من الأثرياء، ونازل في مكان قرية سياحية في الساحل الشمالي. المفروض تكون يعني الساحل أو الشاطئ مجهز وآمن وفي منقذين، لكن للأسف كله سواسية، سواء شواطئ الأثرياء أو شواطئ الفقراء، كلهم سواسية في الإهمال، وكلها بتؤدي إلى وفاة الشباب وفقدهم. ده يعني ناخد منه درس وعبرة. يعني يا ريت لو احنا بنتعظ ونهتم بهذه الشواطئ، وخصوصا الخدمات اللي تبقى على الشاطئ، يعني زي مثلا وسائل الإنقاذ، المسعفين، الغواصين، لانشات مثلا سريعة تنقذ اللي بيغرق. يكون في وسائل ملاحظة جيدة للمصطفين والناس في البحر، ويكون في رقابة على الشواطئ. ما تقوليش مثلا ده الناس ديت نزلت قبل الميعاد فما كانش فيه غواصين وكلام يعني لا يعقل، علشان يبرئوا نفسهم المسؤولين. لكن هي في النهاية هي شواطئ مؤجرة كلها، والمفروض تحت الرقابة 24 ساعة ليل نهار. مش بس نهارا او بالليل ماليش دعوه، لا، دي مسؤوليه الناس اللي هم مأجرين هذه الشواطئ او واخدين هذه الشواطئ 24 ساعه في اليوم. لكن تقول لي ده في شباب من نزل في توقيت مش توقيت العمل، الساعة 6 الصبح مثلا، ده كلام غير مسؤول، وكلام يعني هروب من المسؤولية. ويجب أن يتخذ إجراء حاسم في هذه المسائل، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الشواطئ، علشان عملية الغرق للشباب تقف، ونمنع غرق المزيد منهم. لأن كل سنة بيغرق العشرات ويمكن المئات سنويا بسبب هذا الإهمال، وسبب عدم تجهيز الشواطئ للمصطفين. واحنا عارفين طبعا ان الساحل الشمالي واسكندرية يعني دول قبلة الناس، يعني علشان يرفعوا عن نفسهم طول شوية، نتيجة تعب طول السنة وشقة طول السنة، فبيروحوا يرفعوا نفسهم مثلا يومين 3 أو أسبوع، فما يرجعوش جثث ويرجعوا بمشكلة كبيرة نتيجة إهمال المسؤولين. وندعو للفقيد عبد الله حسن يوسف ابن الفنان حسن يوسف بالرحمة، ونرجو الاهتمام، ويكون عظة وعبرة للمسؤولين الكبار علشان يهتموا بهذه الشواطئ وأرواح الناس. والسلام عليكم ورحمة الله.